حرفيا الواحد ما لازم يقرب منه. والمكان اللي رايحين له اللي هو كهف الخفافيش. واهلا وسهلا فيكم بالفلوج الثاني بلانكاوي يا شباب. ان شاء الله تعالى اليوم رح اخذكم برحله معي على شو اسمه رحله المانجروف بيسموها، يعني بالقارب تقريبا مدة ساعتين. وبعد منها ان شاء الله تعالى حاخذكم على النسر يلي هو المجسم الكبير بيسموه ايجل سكوير. هنيك كل العالم تروح تتصور ويعني اجواء جدا رهيبه هنيك. فلا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناه يا شباب. بدنا نوصل 35,000 مشترك قبل ما بيجي رمضان باذن الله تعالى. فحطوا لنا لايك واعملوا شير لهذا الفيديو. وانطلقت من الفندق اللي هو جنب بانتاي تشينانغ اللي حكيت لكم عنه بالفيديو الماضي. قريب تقريبا بعيد عنه حوالي 45 دقيقة، يعني بيعتبر مسافة كبيرة. وهذا هو المكان اللي بتوصل عليه وبتحط السيارة تبعك هون مشان تدخل لهنيك. وهون المدخل مثل ما شايفين، وهذا هو اسم المكان اللي رحنا عليه. هدول هن جميع الباكيجات اللي ممكن تاخدها. وهون الزلمه عم يشرح لنا وين الاماكن اللي حنروح عليها بهي الرحله. وبعد ما خلص اجينا نمر من هذا المكان، وهي جميع القوارب تتصف هون مشان الناس يطلعوا فيها. وطبعا شوفوا لي الجسر اللي عم بمشي عليه. وهذا هو القارب اللي حنركب فيه مثل ما شايفين، والجو كان جدا رهيب. وهي اول ما انطلق القارب. طبعا هون انا مسرع لكم شوي الفيديو، اكيد مو هيك السرعه بالبدايه حتكون. وهون انطلقنا مثل ما شايفين لاول مكان اللي حياخذنا عليه. شوفوا الخضار وشوفوا الجبال الموجوده مثل ما شايفين، جدا منظر رهيب وخرافي ما شاء الله. وهدول هن شجر المانجروف اللي مسمين الرحله على اسمه نسبه لهم، مشان هيك اسم الرحله رحله المانجروف مثل ما شايفين. وهون صار في موج جدا قوي مثل ما شايفين، القارب عم يهتز بشكل مو طبيعي حرفيا. وهون اول شيء شفناه اللي هن القرود مثل ما شايفين، كميه القرود بشكل مو طبيعي حرفيا الواحد ما لازم يقرب منهم. طبعا هذا المكان اللي دخلناه هو من برا شكله بيشبه شكل التمساح، بس من برا. هون من الداخل مش شايفين قديش صغير وصعب يدخل القارب. ما بعرف شلون الشوفير قدر يخليه يدخل، يعني طبعا هي شغلته وعملته اصلا هي. وهيك بنكون طلعنا من هذا المكان مثل ما شايفين، ورجعنا للشجر تبع المانجروف. وهي شكلها من الخارج، ما بعرف شو له علاقه بالتمساح بس هيك بيحكوا. وهون متجهين للمكان الثاني اللي بدنا نروح عليه، والمكان اللي رايحين له اللي هو كهف الخفافيش. وهذا هو من برا، وهو من ضمن الرحله اللي حابب يفوت. وهذا المكان عاملينه مثل تبع هوليوود مثل ما شايفين، صخره كبيره مدري شو هي، جبل بدك تقول مكتوب عليها جي فورست بارك، بصراحه رهيبه. وهون كملنا طريقنا مثل ما شايفين هذا القارب هيك من ورا، شوفوا شلون بيمشي سرعه مو طبيعيه. هون اجينا لنشوف النسور، لانه كلمه لانكاوي هي شو اسمه بيسموه ارض النسور اتوقع. مثل ما شايفين شوف كلهم اجوا، طبعا السائق حط لهم اكل واجوا لحتى ياكلوا، يعني طبعا اجتمعوا كذا نسر مثل ما شايفين. شوف ما في غير بيجوا، حط لهم اتوقع قال لي اللي هو جلد الجرج مثل ما شايفين. شوف كميه النسور اللي نزلت، كلهم نزلوا مشان ياكلوا. شوف شايفين والله منظر عن جد 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 رهيب. شوف كميه النسور اللي اجت. وهي منظرهم من فوق بعد ما مشينا بالقارب مره ثانيه. راحوا عند القارب الثاني لانه كمان هو حط لهم اكل. شوفوا لي هالصخره، قالنا الشوفير شكلها بتشبه اللي هو الغوريلا. شوفوا شلون الراس تقريبا الشكل يعني. وهون هيك بتكون انتهت رحلتنا برحله المانجروف، ووصلنا على الميناء. وبعد منا اجينا على اشهر معلم هنيك اللي هو تبع النسر، انه سبب تسميه لانكاوي مثل ما قلت لكم اللي هي انه ارض النسور معروفه بهالشيء. وهي المكان من جوا مثل شايفين ساحه جدا كبيره. وشوفوا لي الجو شلون كان ما شاء الله، جدا جدا رهيب. هي المجسم كبير يعني اكبر مما بتتخيلوا. شوفوا لي الاجواء شلون جدا رهيبه. طبعا هذا هو شكل النسر من قريب، يعني شوفوا شلون المجسم شلون شكله، حتى حاطين مثل بحره. للامانه تفاصيل جدا جدا رهيبه. وغير هيك شفت كمان السياره اللي بتمشي على البحر. شوفوا شلون سياره عم تمشي على البحر، هي مثل الجيت سكي. بصراحة شكلها جدا رهيب وممتعة باينتها. وهي كمان مرة التفاصيل تبع النسر كمان كاتبين كلمة لانكاوي مثل ما حكيت لكم من قبل. شوفوا شلون الشكل، والله للأمانة يعني التفاصيل جدا جدا رهيبة. الحكي مو مثل ما تشوفوا عن جد. Okay, let's go.